بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نرى بعض الإخوة يسوي دعاية إلى جهة من الجهات، إلى محلات، مطعم، شيء. ينبغي أن يلتفتوا إلى هذا الإعلان اللي أنت بتنشره وبتبثه أمام العالم. أولا، قد يقع هذا الناشر يقع في الكذب أحيانا. شلون يعني؟ يجي يتذوق له مثلا أكلة من الأكلات ويقعد يمدح في الله، شلون لذيذة، شلون حلوة، ويمكن مو فعلا في الواقع يمكن مو حلوة أصلا، بس وحتى شلون دعاية بعد ما يقول مو حلوة. فأنا أقول لذيذة وهي حقيقة في الواقع ليست بلذيذة، كذب لا مو كذب؟ هذا الإشكال الأول، وقعت في الكذب. الإشكال الثاني، هذا أحيانا يصير فيه غش. أنا من أجي أمدح هذه الأكلة وأنت تسمعني وتروح بسبب كلامي أنا وتتوهق وتدفع ذاك المبلغ، وتاليتها مو اللي تبغي أنت. غشيتك لما غشيتك. هذا الإشكال الثاني، وهذا أمر محرم. الإشكال الثالث، قد يكون هذا المكان اللي أنا سويت له دعاية وهذا المحل قد يقع فيه الغناء. أنت قاعد تروج إلى الغناء، حضور الناس إلى أماكن الأغاني، أو أحيانا لا سمح الله إلى الاختلاط المحرم. أنا قاعد أشجع الناس على حضور أماكن يجتمع فيها الشباب، فتيات، نعم، ويقع بينهما الأشياء التي لا يرتضيها الله تعالى. يكون أنا روجت إلى الفساد. كم إشكال وقعت فيها الحين أنا؟ أكثر من إشكال. فأرجو التنبه لهذه المسألة. تريد تسوي دعاية تترزق، الله ماكو مانع، عليك ألف عافية، بس قل الحق ولا تكذب ولا تروج إلى الفساد. وصلى الله على محمد وآل محمد.